السلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه ديالي وديالكم ام فراس. غنقدم لكم هذه الوصفه في المطبخ ديالي اليوم. جبت لكم وصفه جديده ديال الرغايف معمرين، تنتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعاليق الزوينه ديالكم، وانا متاكده تعجبكم وتنتمنى تجربوها ان شاء الله. بالنسبه للبنات، المكونات اللي عندنا ديال العجينه، عندنا 400 غرام ديال الطحين، عندنا 200 غرام ديال السميده ديال الفينو، عندنا معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال السكر، وهذا نضيفوه الماء يكون دافئ، ما بارد ما سخون. بسم الله. او نخلطوه هكا تنجمعوا العجين ديالنا. من بعد ما جمعت العجينه ديالي شكلتها على شكل كروي، دابا ندوزو نديرو لها شويه ديال الزيت، ندهنوها بالزيت. من بعد ما دهنتها بالزيت غندير لها بلاستيكه ونخليها ترتاح. نحطوها هنايا لا خطره وندوز نقدم الحشوه ديالي. من بعد ما دلكت العجينه ديالي خليتها طوع، غندوزو نقدموا الحشوه ديالي اللي غنعمروا بها الرغايف ان شاء الله. عندي الفلفله حمراء هنايا، عندي 2 قرعات محكوكين، عندي هنايا الفلفله مقطعه، عندي شويه الكروم، عندي خيزو محكوك. وان شاء الله نزيدو نقدموا واحد 2 حبات ديال الثومه، الملحه، شويه ديال الابزار، شويه السكينجبير، ندير شويه ديال الزيت ونبدا نشحر الحشوه ديالي. نبقى غاده تابعه هذه الطريقه هكا، ونوضع شويه ديال القزبور والمعدنوس. ها هي البنات بدات تطيب، شحرتها مزيان، نخليها طيب على خطره. غنضيفوا شويه الزيت في المقله ديالي، وغنضيفوا شويه البصله ونخليوها تشحر. دابا ندوز البنات نحط الكفته ديالي على الحشوه ديالي ونبقى نحركها مزيان تتشحر. نبقى غاده معها بهذه الطريقه هكا، وبسيطه وسهله للتحضير. دائما تنعملها في الرغيفه ديالي تيجيو معمرين وبنانين. دابا حطيت انا 2 مقلات قدامي باش نختصر الوقت. بعد البنات ما تشحرت، نسيت ما واحد الطريف ديال الفيديو، نسيت ما حطيتش فيه ملي كنت نعمل التوابل ديالي نفس الطريقه الاولانيه. شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار وشويه ديال السودانيه اللي تعجبوا الحار. من بعد البنات غندوز العجين ديالي. من بعد ما طاع، كل ما خليتيه واحد المده، انا خليته نص ساعه، هانتوما كل ما جبدتو فيه تبارك الله العجين ديالنا طايع مزيان. ودابا نبقى نشكلو على شكل دائري، ونبقى غاده مع هكا تنعمر القصريه ديالي. كملوا معايا البنات، هانتوما تشوفوا كيفاش يجيو الرغيفات واعرين ودائما تنعملهم. ودابا جاوني 6 الحبات هذا هكا، نخليهم عاوتاني ندوز نخليهم شويه يطوعوا. هذا نطلقوا مع البنات. ودابا نبقى نورق في العجين ديالي، نبقى نطلق هكا، نبقى غاده معاهم. هانتوما تشوفوا العجين ديالي كيفاش طايع. من بعد ما ساليت البنات درت لهم في الزين ديالهم شويه ديال البيض، دهنتهم بالبيض عفوا،
وشويه الجنجلان والزيتون اسود، خشيتهم في الفران. من بعد ما طابوا هو هذا الشكل ديالو النهائي. وهذا هو الفيديو ديالي اليوم. سنعطيكم موعد في الفيديو القادم ان شاء الله، وصفه جديده من وصفات البسيطه ومتنوعه. ودمتم في رعايه الله.